ليه ناس بتقول ان الجواز بداية نقطة النجاح، وان الجواز هو الاستقرار النفسي، وان الجواز هيبعدك عن شهوات وملذات الدنيا ويبعدك عن الحرام؟ وليه ناس تاني بتقول ان الجواز بداية الفشل، بداية المسؤولية، بانك انت لو ارتحت ويوم انت ومراتك وعيالك هتشردوا، مفيش فلوس، هتعيشوا حياة صعبة، وان الجواز مرتبط بانك انت تعيش حياة عبودية للدنيا، تعيش كل يوم شغال زي الموتور ما بيوقفش علشان تجيب فلوس، علشان تقدر توفر فلوس لعيالك ومراتك والكلام ده كله. ده سكريبت النهاردة، فجهز نفسك معايا. زي ما انت عندك قلب انت عندك عقل، وزي ما قلبك طول اليوم عمال يضخ في دم، عقلك طول اليوم عمال يضخ في افكار، واللي بيفلتر الافكار السلبيه عن الافكار الايجابيه هو الوعي. الوعي بمعنى صح ايه هو يا معلم؟ بان الوعي هو عارفك كويس، عارفك بوضوح، عارفك بانك انت هتقدر تعمل ايه وما هتقدرش تعمل ايه، هتقدر تستحمل وتكمل في ايه ومش هتقدر تستحمل ومش هتكمل في ايه. معنى صح الوعي مرتبط بالادراك، تبقى انت مدرك للحياه ان انت عايشها، ومدرك للحياه ان انت عايز تعيشها، ومدرك بالخطوه ان انت عايز تتقدمها علشان تعيش الحياه ان انت عايز تعيشها. فمن غير توهان، ان الحياه مرتبط بالادراك، وانت علشان تبقى عندك الوعي والادراك لازم ان هما الاتنين يكونوا متوازنين مع بعض، ولا تكون واحده اعلى من التانيه ولا التانيه اعلى من الاولى، فهما الاتنين لازم ان يكونوا متوازنين. فانت هتقول لي دلوقتي، يعني انت دلوقتي جاي يا معلم تقول لي وعي وادراك؟ طب ما في ناس كتير بتتجوز وهي ولا عندها وعي ولا ادراك ولا فاهم الكلام اللي انت بتقوله ده، وبتتجوز والدنيا سبهلله عادي. اقول لك بمعنى صح ان الناس دي لما بتيجي تتجوز وما عندهاش وعي وما عندهاش ادراك ولا الكلام ده، احنا ملناش دعوه بيهم مبدئيا. تاني حاجه، احنا عايزين نفكر بالوعي بالادراك بانك انت داخل على جواز، فاهمني؟ فانت داخل على مرحله عمرك ما هتشوفها، وداخل على مرحله صعبه. انا بقول لك الكلام ده وانا لسه بدري عليا، بس انا اللي انا عايز اوصله لك بانك انت مش عشان انت عبطت جمعيه فانت تقوم تجري على الجواز. مش معنى انك انت اشتغلت الشغلانه اللي انت نفسك فيها تقوم تجري على الجواز. مش معنى انك انت خلاص سافرت لك بره سنتين ثلاثه فتقوم وحوشت لك قرشين تقوم تجري على الجواز. لا، ما تقوليش مثلا ان انا اجري على الجواز علشان مثلا ان انا عايز ابعد عن شهوات وملذات الدنيا. اقول لك على فكره، احنا جنس رجاله وسخ، علشان شهرين ثلاثه وهترجع برضو للعاده الوسخه اللي انت كنت فيها. ليه؟ علشان ديل الكلب عمره ما يتعدل. الكلمه دي دايما امي بتقولها لي، يا رب ما تشوفش الفيديو ده، عشان لو شافت الفيديو ده تبقى فرحانه بيا قوي. المهم، ديل الكلب عمره ما يتعدل زي ما بتقول امي، علشان انت لو فاكر بانك انت هتتجوز وخلاص هتبعد عن الحرام والكلام ده كله، ماشي، ممكن سنه سنتين، بس بعدين هتبدا ترجع زي الاول قبل الجواز. بس اللي انا عايز اوصله لك بان انت طول ما ربنا خلق عندك دماغ، اعرف انت داخل على ايه، وفكر انت هل ان انت داخل عليه هتقدر تشيله ولا لا، هتقدر تستحمله ولا لا. اذا كان في الجواز، اذا كان في مشروع، اذا كان في اي حاجة انت نفسك تتقدم ليها او نفسك انك انت تاخد الخطوة بتاعتها. بمعنى صح، فكر قبل ما تتحرك علشان ما تندمش، واعرف وفلتر الافكار اللي بتجيلك، وبرضو خليك قريب مع ربنا، بحيث انك انت لو تكون قريب مع ربنا كل خطوة انت تاخدها فربنا هيعينك، وربنا ان شاء الله هيخليك تتقدم في الخطوة اللي هي هتنفعك في مستقبلك. نصيحتي